السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هيكون مميز جدا جدا جدا. معانا كيكة مميزة جدا جدا جدا، كيكة من غير دقيق، من غير بيكنج باودر، كيكة من غير بسكوت، لان في كيكات بيتحط بدل الدقيق فيها بسكوت. ان شاء الله انا هعملها معاكم برضو في حلقات جاية. الكيكة دي مفيهاش اي حاجة من الكلام ده، والمميز فيها ان هي ما فيهاش بيكنج باودر، وما شاء الله طلعت معايا جميلة. هي هتبقى كيكة رفيعة مش عالية قوي، بس هتبقى من قلبها هشة وجميلة وطعمها تحفة. الكيكة دي هتكون بس بالشوكولاتة، وهيكون فيها 6 بيضات. ال6 بيضات هما العامل الاساسي اللي هيخلوها تبقى هشة من قلبها وتكون جميلة معانا. كان لازم طبعا اني ادوق واشوف طعمها عامل ايه. طعمها بجد طلع احسن بكتير مما تخيلت كمان. شايفين ما شاء الله طرية خالص ازاي؟ تحفة بجد. يلا بينا نشوف مقاديرها ايه. وانا عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك، لان الحلقة دي بجد تستاهل 1000 لايك. دلوقتي هنجيب بولة وهنحط فيها مية سخنة جدا، وفي بولة تانية هنحطها في قلب المية دي هيكون معانا نص قالب من شوكولاتة دريم. انا جبت قلبين شوكولاتة دريم دارك. في الكيكة دي بلاش تستعملي خالص سما، يفضل ان انت تجيبي دريم دارك. بعد ما دوبت خالص الشوكولاتة في حمام مائي زي ما انتم شايفين، هحط نص كوباية من الزبدة. الزبدة مطلعاها من التلاجة، ما سبتهاش بره طبعا، كنت لسه مطلعاها من التلاجة واستعملتها على طول. نص كوباية من الزبدة بالجرامات حوالي 85 جرام. هركنهم شوية وبالمية برضو المغلية دي السخنة يسيحوا بقى مع بعض. وهيكون معايا بولتين تانيين. في بولة هحط فيها بياض بيض، ست بيضات هقسمهم لبياض بيض وصفار بيض، وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلي بالك جدا عشان ما فيش صفار يقع في قلب البياض، ولازما البولات بتاعتك تبقى ناشفة خالص من اي مية، ما فيهاش ولا نقطة مية، والبيض طبعا يكون بحرارة المطبخ. هركن دلوقتي بياض البيض على مضرب صفار البيض. صفار البيض بيبقى طبعا معروف انه بيبقى زفر، فبنضطر ان احنا نحط له فانيليا، فحطيت له نقطتين كده من الفانيليا السايله، وهضربه قوي لحد ما لونه يفتح معايا. هو طبعا مش هيهش لان صفار البيض ما بيهشش خالص. وهننزل دلوقتي بمعلقه كبيره من السكر، المعلقه الكبيره مليانه سكر، وهضربهم برضو قوي. وهيكون معايا كمان معلقه كبيره مليانه من الكاكاو، وهضربهم برضو قوي كده. ودلوقتي هجيب الخليط بتاع الشوكولاتة، كان نص قالب شوكولاتة دريم دارك، وكان عليه الزبدة، وخلاص داب خالص كده بالشكل ده. هبدأ دلوقتي انزلهم على الخليط بتاع الكاكاو وصفار البيض. وهضربهم قوي برضو بالمضرب الكهربائي. دلوقتي بقى انا هشتغل في بياض البيض. الكيكة سهلة جدا، محدش يستصعبها خالص، وانا بالشرح مسهلة الامور خالص. دلوقتي انا حطيت شعرة من الملح في بياض البيض. بياض البيض احنا قلنا ان احنا حطينا 6 من بياض البيض. ضربتهم قوي، هيكون معايا يعني اقل من نص كوباية سكر. انا عايرتها بالمعلقة عشان اطلعها لكم كام معلقة بالظبط، اطلع لكم السكر مقداره كام بالظبط. طلع معايا 5 معالق كبار زي ما انتم شايفين كده، 5 معالق كبار من السكر. ودلوقتي انا هبدأ اضرب بياض البيض بالسكر جدا لحد ما تلاقيه هش قوي معاكي وقوامه بقى غليظ. وبعد ما خلاص خلصته بالمضرب الكهربائي،
هبدأ دلوقتي انزله على مراحل على الخليط الاولاني اللي احنا عملناه، وكل لما انزل حبة هقلبه قوي، بس بالراحة برضو ما تتكيش قوي في التقليب عشان بياض البيض ما يهبطش تاني. واهم حاجة ما تسيبيش اي قطع، لان هيبقى في مطرح بياض البيض كده هيبقى مثلا في قطع كده صغيرة، فتقلبي كويس برضو وتتأكدي ان انتي دوبتيهم قوي مع بعض، وخدي بالك خالص ان بياض البيض ما يهبطش معاكي. ودلوقتي بعد ما دمجت الخليط قوي مع بعض هجيب صينية دهنت في ارضيتها اي مادة دهنية، بحيث ان انا هحط فيها ورق زبدة عشان يمسك في قلبها كده، وبعدين هدهن ورق الزبدة بسمنة. متدهنيش خالص بالزبدة، لان الزبدة هتخلي الكيكة، سواء الكيكة دي او اي كيكة، بتخليها تلزق في الصينية، ما بتطلعش بسهولة خالص، ممكن تتقطع معاكي. ودلوقتي خلاص هنزل بالخليط. الصينية دي انا نسيت اقيسها قبل ما اتكلم، قبل ما منتج الفيديو، فعشان كده انا هسيب مقاس الصينية، هكتب لكم مقاس الصينية في صندوق الوصف تحت الفيديو. خلاص كده بعد ما عبيت الخليط بتاعي تضربيه ضربتين كده على الكونتينر بتاعك، بحيث ان هو يطلع اي هوا منه، وندخله في درجة حرارة 180 وفي الرف الوسطاني. دلوقتي انا هعمل الكريمة اللي هحطها بقى في الكيكة بتاعتي او الجاتو بتاعي. جبت لبن، اللبن عبارة عن نص كوباية الا معلقتين او 3 معالق كبار، وحطيت فيهم معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، معلقة كبيرة مش مليانة للآخر، وغليتهم قوي كده بالشكل ده. وبعدين هنزلهم دلوقتي على نص الشوكولاتة، احنا حطينا في الأول خالص نص قالب، ده نص الباقي من القالب، وعليهم قطعتين كمان من قالب تاني شوكولاتة، طبعا دي ريم اللي انا مستخدماها في الفيديو ده. وهتدوبيهم قوي مع بعض او هتسيبيهم شويه بحيث ان الشوكولاته تسيح في اللبن اللي احنا غليناه بالقهوه سريعه الذوبان. ودلوقتي انا هعمل بقى الكريم شانتيه اللي هكمل بيه الكريمه بتاعتي، وهيكون عباره عن كوبايه ونص من الكريم شانتيه الخام، عليهم نص كوبايه من اللبن المثلج، او ممكن تستخدمي برضو ميه عادي، بس يفضل طبعا ان هو يكون لبن. ونزلت عليهم بخليط الشوكولاته اللي احنا عملناه باللبن بالقهوه سريعه الذوبان، وضربتهم قوي كده مع بعض ودخلتهم التلاجة، بحيث ان هما يمسكوا شوية عن كده لان الجو عندي كان حر. وبعدين خلاص طلعت بقى الصينية من الفرن. الصينية كنت حطاها في الرف الوسطاني على درجة حرارة متوسطة او 180، وما فتحتش عليها خالص الا بعد ما عدى ربع ساعة. قعدت في الفرن حوالي ساعة الا ربع، وطبعا اختبرتها بسكينة او خلة، والفتحات دي مطرح اختباري لها بالسكينة، وتأكدت ان هي استوت خالص من قلبها، وما شاء الله طلعت جميلة جدا فعلا. وزي ما قلنا في الاول الكيكة بتاعتنا هي رفيعة، بس في قلبها من قلبها هشة وجميلة فعلا، وطعمها جميل وطرية خالص. شوفوا بقى معايا ورق الزبدة بيتشال بسهولة خالص ازاي. عايزة اقول ان انا لما طفيت على الكيكة بتاعتي، سواء دي او اي كيكة، ما بتفتحيش عليها الفرن خالص بعد ما بتطفي النار، ما بتفتحيش الفرن خالص الا لما يعدي مثلا 10 دقايق، بتفتحي بقى الفرن وتطلعي الكيكة، لان انتي لو فتحت الفرن بعد ما طفيتي النار الكيكة بتاعتك هتهبط. وزي ما اتفقنا اي كيك ما بتفتحيش عليها وتطمني عليها الا بعد ما يعدي ربع ساعة من دخولها الفرن السخن. ورق الزبدة اتشال معايا خالص اهو بكل سهولة. ودلوقتي انا هبدأ اسويها من الاحراف عشان اخلي شكلها برضو منظم.
شايفين قلبها طالعة بجد كويسة جدا، ومن قلبها هشة وطرية خالص. دلوقتي انا هجيب مسطرة عشان هقسمها لقطعتين، عشان انا هعملها بقى جاتو. هبدأ اقيسها كده ومن نص عشان اقسمها بالتساوي، ومن نص بقى هقسمها. وخلاص دلوقتي انا قسمتها بالتساوي بحيث القطعتين يبقوا قد بعض عشان انا هعملها جاتو. دلوقتي انا بشيل اي زيادة ما طلعتش معايا في ورقة الزبدة، تتشال خالص بكل سهولة بالسكينة. وهبدأ دلوقتي اجيب بقى الكريمة بتاعتي عشان افردها عليها. بس دلوقتي انا هقلب القطعة الاولى كده زي ما انتم شايفين. عايزة اقول ان الكيكة بتاعتي طرية جدا، مش محتاجة خالص ان هي تتسقي باي حاجة، هو بس الكريمة اللي احنا عملناها بس. وهنفردها دلوقتي وبعدين هنحط القطعة التانية على القطعة الاولى. ممكن كمان لو في عندك اي مكسرات ممكن تحشي في قلبها برضو مكسرات، هتبقى حلوة قوي برضو. ودلوقتي خلاص حطيت القطعة التانية على القطعة الاولى، وهبدأ افرد برضو من الكريمة وهسويها خالص كده. وممكن برضو تغسلي الاسباتيولة وتفعدين عشان يعني ايه الوش بس يتساوى. وبشرت خلاص شوكولاتة. شوكولاتة تبشريها كده افضل من ان انتي تبشريها بمبشرة. وانتهت الحلقة وبالهنا والشفا.